حضروا كاسة الشاي بالميرمية عشان نعمل خبز أو فطاير بالزعتر الأخضر والجبنة النابلسية وزيت الزيتون. الزعتر ذهب فلسطين الأخضر، رح نعمل منه من خير بلادنا هدول الخبزات يلي بشهوا. معلقة خميرة ومعلقة سكر مع نص كوب مي، بحركهم وبتركهم على جنب. 5 أكواب معيارية ممسوحة من الطحين، رح أحط حليب البودرة، الملح وحبة البركة، كل المقادير مكتوبة عندكم. حطيت الزعتر الأخضر 5 أكواب، بس فرمته هيك فرمة خشنة لحتى يطلع منه النكهة. حطيت الخميرة، زيت الزيتون، ما شاء الله لونه بشهي. هلا رح أعجنها بالمي الدافية، رح تاخد معي كوب ونص، بس بحطوا المي بالتدريج. حطيت أول إشي كوب، عجنته، وبعدين نص الكوب حطوه بالتدريج، لأنه طحين عن طحين ممكن إنه يختلف، ممكن الزعتر لما غسلتوه يكون لسه مو ناشف تماما، فحطوا المي بالتدريج. عندي هون الجبنة نابلسية 250 جرام مئوية، بحط عليها معلقة من الطحين عشان يمتص إذا في أي سوائل بالجبنة، وبحطها على العجينة وهيك بإيدي بدخلها مع العجينة. إذا ما عندكم جبنة نابلسية ممكن تحطوا جبنة حلوم أو أي جبنة. بحط عليها معلقتين من زيت الزيتون وبغطيها وبتركها تتخمر لمدة ساعة. بعد ساعة ما شاء الله العجينة شوفوا خمرت وتضاعف حجمها. عندي عجينة طرية، شوفوا ما أحلاها. هلا رح أقطعها لكرات حسب قديش أنا بدي حجم الرغيف. تحبوا تعملوه كبير صغير حسب رغبتكم، أنا عملته هيك حجم متوسط، لا هو كبير ولا هو صغير. هلا رشة طحين من الأسفل ومن الأعلى، كتير مهم إن لما أفرده على السطح يكون مرشوش بالطحين مش بالزيت، كتير هاد شغلة مهمة. هلا بفرده بهذا الشكل، شوفوا ما أحلاهم. هذا الحجم اللي عملته حطيتهم بالصينية وبتركهم يتخمر هيك 10 دقايق قبل ما أخبزهم. بدهنهم بزيت الزيتون ليعطيني نكهة وياخدوا لون كتير حلو. خبزتهم بالفرن على درجة حرارة 220 وتحمروا وأخدوا لون بجنن ما شاء الله، شوفوا ما أحلاهم. وهلا هيك حطيت خبزاتنا، عن جد شكلهم وريحتهم بتشهي القلب. هلا رح افرجيكم. شوفوا انا بعمل نوعين، الاول بخليه هيك سميك شوي، هذا بناكله مع اللبنة مع الجبنة مع الزيتون هيك، يعني بنستخدمه للغماس. شوفوا كيف كتير كتير طري، شوفوا ما احلى. وفي نوع تاني هيك بخليه رقيق، يعني ما بخليه كتير تخين، هذا بيتاكل لحاله مع كاسة شاي، عن جد طعمه بشهي. جربوه، صحتين وعافية.